زي ما انت مريت في العنوان بتاع الفيديو ده، لازم تيجي عليك فترة في حياتك الدراسية لو انت طالب جامعي، تطز في حاجة اسمها دراسة، وتبدأ تستكشف بعد كده العالم اللي حواليك بيبقى ماشي ازاي. لازم انت تبقى انت مهتم بنفسك اكتر، مهتم بحاجات تانية دون عن الدراسة، وان الدراسة في الفترة دي مش هي محور الكون. دخلت في التوبيك على طول، تمام؟ بس ده الفهرس يعني بتاع الفيديو ده ان شاء الله. انا اسمي مهاب، انا في كلية هندسة للي ما يعرفنيش يعني، اوكي؟ فانا عايز اكلمك في توبيك مهم جدا جدا جدا. ما ينفعش تكون الدراسة في حياتك الجامعية هي محور حياتك، هي الكل في الكل. حتى لو أهلك قالوا لك حاجة زي كده، حتى لو أنت أصحابك قالوا لك حاجات زي كده، حتى لو أنت لقيت الناس كلها بتذاكر فترة من فترات وأنت لا راجع لورا شوية، أوكي؟ عايز أقول لك على حاجة. لو أنت الدراسة فترة من فترات حياتك هي 100% من حياتك، أو خلاص أنت كده حياتك كلها تبقى واقفة على الدراسة وبتاع، وأنت مش عايز تبقى معيد، أبوس إيدك ارجع خطوة، أوكي؟ اقول لك على حاجه شخصيه، ودي حاجه انا مش بحرضها للناس يعني، دي حاجه غلط انا بعملها. لما كنت بلاقي نفسي ان انا فعلا فتره من فترات انا شادد قوي في الدراسه، ودي حاجه غلط بس انا كنت بعملها. كنت بفكس للامتحانات قصاد ان انا اسافر، او ان انا اروح، او ان انا اجي، او ان انا وان انا وان انا. فهمت انا بتكلم في ايه؟ الاسبوعين اللي فاتوا دول انا مسافر مده 3 اسابيع، 3 اسابيع دول كانوا 3 اسابيع دراسه، تمام؟ كانوا من بعد الميد ترم 3 اسابيع. انا فكست ال3 اسابيع دول ورحت سافرت. انا سافرت اسبوع منهم المنصوره، واسبوع منهم دمنهور، واسكندريه، واسبوع منهم في الغردقه. 3 اسابيع انا غايب عنهم عن الدراسه، تمام؟ طيب، الناس اللي حياتها محور الكون ليه علاقه بالدراسه، غلط. انت بتعمل ايه؟ انت رايح تتفسح وبتاع والدراسه، وانت يا ابني فاتك حاجات كتير قوي ومش عارف ايه. انا عندي حياه، انا عندي حياه اعيشها دون عن الدراسه. في حياه. طيب مهاب، انا اعرف منين دلوقتي هل انا عندي حياه ولا لا؟ هقول لك على حاجه. اسال نفسك سؤال. لو انت عليك فاينل بعد بكره، هنمشيها بعد بكره، وعليك تمرينه دلوقتي في الجيم، هل هتنزل ولا لا؟ التمرينه هتاخد منك ساعه. ساعه. لانهم مثلا كده هتمرن 3 ايام في الاسبوع بس في ايام الامتحانات يعني، او يومين حتى يا سيدي في الاسبوع. ساعه. هل انت هتنزل في الساعه دي الجيم، ولا هتيجي تقول لا ده تضييع وقت ومش عارف ايه وبتاع، انا هقعد اذاكر؟ لو انت قعدت تذاكر اعرف ان انت الدراسه غالبا هي محور حياتك، اوكي؟ طيب لو انت نزلت الجيم في الفتره دي اعرف ان انت لا، انت كده في السليم منه. بس طبعا ما تنزلش الجيم وانت فاشل يعني، فبس التوبيك اللي انا بتكلم فيه، تمام؟ فمثلا لو انا عليا تمرينه معينه وبتكلم مع حد دلوقتي يلا يا جماعه ننزل الجيم، لا، احنا ورانا دراسه. دراسه؟ دراسه؟ انتوا بتتكلموا فيها يا جدعان، دي ساعه. معلش لا مؤاخذه في كلمه يعني. طب ما تذاكر الساعه دي في اي وقت، صح؟ ما منطقي، انا هذاكر ساعه، هنتمرن ساعه. ما تذاكرها في اي وقت، ذاكرها قبلها ب3 ايام يا سيدي. الساعه دي ساعه ولا حاجه دي، بومودورو يعني ولا حاجه. فهمت انا بتكلم في ايه؟ فم ساعه بجد مش عارفين تنزلوا من بيتكم ساعه؟ اتكلم بعد الدراسه، بعد الميد ترم، خد اجازه يا عم اسبوع، فاهم؟ لا ازاي ومش ازاي، في حاجات كتير قوي هتفوتنا. طب ما تجيبها من على اليوتيوب، صح؟ انا ال3 اسابيع دول انا سافرت فيهم ورحت وجيت وعملت وخليت وسويت. الناس التانية فضلت في الدراسة، قعدوا مش هقول ان هم حاجة وحشة ان هم قعدوا يذاكروا خالص، والله ابدا. بس الفكرة كلها ان البروجرس اللي هم عملوا، او الحاجات او الحياة اللي هم عاشوها في حياتهم، انا عشت اضعافها بسبب ان انا كنت بسافر، بسبب ان انا كنت بتعلم مهارات جديده، بسبب الموضوع ده. اكيد طبعا جاي على الدراسه مليار المية، اكيد فاهم حاجه. بس الفكره كلها انك انت لازم تبقى صايع. صايع يعني إيه بقى كلمه صايع؟ يعني بكل بساطه، انا كان في معادله كنت بحاول اظبطها طول حياتي، والمعادله دي صعبه فشخ. انا بحاول ان انا انتظم في الجيم. انا على فكره منتظم في الجيم، فكره خلي بالكم بقالي فتره يعني. بصوا، لو انت خدت بالكم في حجم يعني، في حجم. انا مش عارف على الشات دي جوه برضه. والله ممكن على الشات، ما اعرفش، ممكن استنى كده، والله على الشات بجد يعني. فانا بحاول انتظم في الدراسه، وبحاول انتظم في الاكل والتمرين بقى والحاجات دي. الكاميرا دي بعد انجل فما بيبينش حجم الحقيقي عامه يعني. بس انت ممكن تقارن البايسبس بدماغي، تمام؟ والله شغل يا عم، لا فعلا شغل اهو يا عم، لا فعلا شغل، تمام؟ فانا قعدت في الفتره دي 3 اسابيع انا باكل زي الحمار. ويا اما كنت بسافر، يا اما كنت بروح اماكن، يا اما قاعد مع اصحابي، ما كنتش بذاكر ولا كلمه في ال3 اسابيع دول. ليه؟ انا عايز اخلق لي حياه. السفر يا جدعان من الحاجات اللي بتخليك انت وانت قاعد مع صاحبك، ولا انت قاعد مع صاحبتك، ولا انت قاعد مع اهلك، ولا انت قاعد مع ايا كان،
خلاص عشان الجو بدأ يبرد شويه. فانت قاعد في اي مكان، المكان اللي انت قاعد فيه ده انت عارف تحكي قصص معينه. يا عم، ولا جبت حاجه من عنده، ولا جبت حاجه من عنده. انت قاعد في حاجات معينه انت بتحكيها، تمام. يعني انا قاعد مثلا، فانا رحت المنصوره. رحت المنصوره على فكره، اتعلمت حاجات كتير فشخ ليها علاقه بالعربيات. انا كانت خلفيتي في العربيات كانت صفر، وكنت حابب اتعلم حاجات ليها علاقه بالعربيات، فتعلمت حاجات كويسه فشخ. حتى اساسيات يعني، بس تبقى انت عارف تمشي امورك. حتى العربيه قتلت بيا وبتاع، وهندلت اموري يعني في مره يعني في الغردقه، تمام. فانا رحت هناك في المنصوره، قعدت هناك فتره عند جماعه اصحابي ومش عارف ايه وبتاع. وفتره كانت جميله جدا جدا جدا. كنا بنقعد قعدات مختلفه، كنا اصلا نمنا في العربيه في يوم و... و... وما كانش، ايام ما كانش معانا فلوس، ايام كنا بنصرف فلوس كتير. فكان في قصص، وكان في مواقف كانت بتعدي، وكان في حوارات، وكان في قصص، كان في تشويق نوعا ما. فهمت انا بتكلم في ايه؟ كنا بنلف بالعربيه، كنا دايما بننام في العربيه يا اما بنلف لمده حوالي اسبوع يعني، فاهمين؟ ف دي حياه انا عشتها. انا عشت حياه اسبوع. فهمت انا بتكلم في ايه؟ طيب، اسبوع تاني كنت انا قاعد في دمنهور، بلف في دمنهور، تمام. بس انا اهلي والدتي في دمنهور يعني، تمام. فانا كنت بلف على حسابي قوي يعني. فانا لفيت في دمنهور، وبعد كده كنت بروح من هناك اسكندريه. فانا رحت وشفت اسكندريه، وانا بحب اسكندريه عامه يعني، فاهم؟ انا بحب اسكندريه. يعني في ناس تيجي تقول لي محمد ما بتحبش اسكندريه. لا، هو في ناس معينه ما بتحبش فعلا اسكندريه، تمام. الناس اللي هم السكان الاصليون، مش خاطر بيقولوا ان اسكندريه لمت يعني وبتاع، فاهم؟ انا ما جيتش اسكندريه قبل كده، فانا ما اعرفش يعني. بس الناس اللي كانت في اسكندريه زمان ما بتحبش اسكندريه دلوقتي، تمام. عشان خاطر حوار ان هي لمت يعني. فانا عشت دلوقتي اسبوع تاني. اسبوع تالت قعدت فيه في الغردقه مع والدتي وبتاع. وكنا بنظبط حاجات في العربيه والى ما هنالك يعني. كنا بنظبط حاجات في العربيه وبتاع. فقعدت اسبوع تالت. طيب 3 اسابيع كتير؟ يعني 3 اسابيع ممكن يبقوا كتار فعلا، مش هكذب عليك يعني. هما كان ممكن اسبوعين، تمام. بس انا كان في اسبوع كان في اونلاين، كانت المحاضرات كانت اونلاين بسبب ان كان في زياره جايه من بره. فانا خليتهم 3 اسابيع يعني من عندنا، تمام. بس هو كان الاصل كان المفروض انهم يبقوا اسبوعين، تمام. انا الاسبوعين دول عشت حياه جامده فشخ. طيب، قبل ال3 اسابيع دول انا كنت قاعد بلعب، اقسم بالله ما حصل. انا قاعد هنا انا بس لو هزيت الكاميرا، المشكله هتلاقي ان انت بتاع ممكن تفصل، USB ممكن تفصل، تمام. انا كنت قاعد في الشقه دي، ما بعملش اي حاجه غير ان انا نسيت ادفع الايجار. صح، انا عايز ادفع الايجار، عايز ادفع الايجار، تمام. ما بعملش اي حاجه غير ان انا قاعد ب... بشتغل، يا بذاكر، يا بروح الجيم، يا بروح الجامعه. بس ما بعملش اي حاجه تانية. فانت يفضل انك انت يبقى عندك سيستم واضح، اللي هو انت تقعد مثلا شهر ونص مانك مود. تيجي عليك الميد ترم، تسافر اسبوعين. يجي عليك نص السنه، اوكي، تنزل تنزل 3 اسابيع. يعني نص السنه بتبقى اسبوعين، تمام. خدهم 3 اسابيع. اول اسبوع مش هيبقى فيه كويزات، مش هيبقى فيه اي حاجه، هتبقى انتروداكشنز للمحاضرات. خد اسبوع تالت، سافر في اسبوع منهم، سافر في اي حته، اي مكان، تمام. واسمه إيه ده. والاسبوعين التانيين دول اقعد فيهم مع اهلك، مش عارف ايه بتاع، فكك من اي حاجه تانية. بس تبقى انت راجل قصاد نفسك ان انت في مونك مود. لان المونك مود ده شهر ونص، ده بيبقى في حرفيا انت الفتيجه عندك بيبقى عالي فشخ. يعني انك انت تقعد في الروتين ده وما بتخرجش وما بتعملش وما بتخليش وما بتسويش، انت بتبقى نفسيتك خلاص. انت لو انت ما نزلتش الفتره دي، انت هتخش الامتحان هتشيل نسبه 100%. انا خصوصا ان انا ببقى عنيف في الحوار ده. فهمت انا بتكلم في ايه؟ والجيم اصلا كمان بيفشخ من جهازك العصبي نفسه. فانتوا فاهمين انا بتكلم في ايه يعني، تمام. ف ف خلي عندك حياه من الحته دي. طيب، خلاص. حته بقى المونك مود دي، حته بقى الدراسه. ابوس ايدك، الGPA او الدرجات العاليه او الحاجات دي مش هتشغلك. انا جبت درجات عاليه كويسه، جود، في الامتحانات. جبت درجات وحشه. انا على فكره في ايام في الدراسه، انا في ترم، انا لغايه الترم اللي قبل اللي فات، عشان الترم اللي فات ده انا فشخت الGPA، تمام. الترم اللي قبل اللي فات انا كنت جايب GPA، كنت مرتب على القسم بتاعي، كنت مرتب عليه. وانا اصلا انتوا عارفين ان انا بشتغل وبروح الجيم، والله كنت مرتب. كنت جايب CGPA 3.3 او اواخر ال 3.3 يعني، فاهمين؟ فانا كنت ده ساعتها الGPA كان بيرتب يعني. كان مثلا واحد كان جايب GPA عالي مع كسر الفور، وبعد كده الباقيين 3.5 3.4. فانا كنت 3.3. فهمت انا بتكلم؟ ودول ناس بسم الله ما شاء الله عليهم يعني، تمام. الله اكبر عليهم يعني. آه، ف فدي حاجه تتحسب. فهمت انا بتكلم في ايه؟
فاللي طالع بكلمكم ده مش حد فاشل، مش حد بيقول لكم انا بخلي عندك حياه تعيشها. فانت دلوقتي قاعد فتره الدراسه، اوكي، جه وقت الجيم انزل الجيم، ما تفصلش نفسك عن الجيم وبتاع. اصل انا حاسس يا مؤمن ان انا لما بتمرن بيجي لي تهيؤات ان انا بضيع وقت. طب ما بتضيعش وقت يا اسطى في التمرين، لان دي اول حاجه ساعه. تاني حاجه في اصحاب شركات بيتمرنوا وعادي جدا عاملين فورمه جامده فشخ. مش فاكر كان اسمه ايه اللي هو الاقرع ده. فعاملين فورمه جامده فشخ وعندهم حياه يعيشوها. وفي ناس بتشتغل، في ناس بتعمل وبتاع. ليه؟ الناس اللي بتشتغل وبتروح وبتيجي وبتعمل وبتخلي وبتسوي، الناس دي عايز اقول لك ان هم ممكن يبقوا احسن منك لو انت مش هتشتغل معيد. الناس دي ممكن تبقى احسن منك في الشغل، ممكن تبقى فرصها احسن منك في الشغل، ممكن يبقى السوشيال سكيلز بتاعتهم احسن منك فهيعرفوا يشتغلوا اكتر، فيعرفوا يهندلوا مثلا اتش ار اكتر. ممكن يبقى بحكم ان هم اشتغلوا في كذا حته مثلا، او عندهم مثلا خلفيه عن البيزنس مثلا. يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، انا مشترك معايا ناس في الديلرز، انا مشترك معايا ناس دي بسبب ان هي متعلمه بيزنس سكيلز قويه. وحتى اللي فيهم كان فاشل، او حتى اللي فيهم ما كانش مثلا مش فاشل يعني، اشتغل في كذا مشروع وفشل ومش عارف ايه وبتاع في الاول، اتعلم سكيلز قويه جدا كفيله ان هي تخليه يشتغل في اي شركه يشتغل فيها في السيلز مثلا، او يشتغل فيها في البيزنس ديفلوبمنت، او يشتغل فيها في اي مكان ده الكارير ده. شوف، رغم ان هو اصلا شغال اونلاين، يعني انا مثلا بعلمك حاجات لها علاقه ببزنس سكيلز اونلاين، بعلمك ازاي تعمل اوفر قوي، بعلمك سيلز، بعلمك ماركتنج، بعلمك فاليو ديليفرد انك ازاي تتعامل مع العميل وتهندله وبتاع. الحاجات دي لو انت عايز زيرو، في كورس اسمه زيرو تو 1 بزنس ستيب باي ستيب، بس الكورس ده انت لازم لو انت عايز زيرو خالص هيخليك من زيرو تو 1 في الاونلاين سيرفيس. تمام. انت محتاج يبقى عندك شغل جنب الدراسه. طيب، حته بقى ان احنا خلاص يا رجاله، احنا خلاص يعني بقينا واعيين شويه وفاهمين احنا بنتكلم فيه. تمام. حته انك انت تقبض 10000 جنيه ولا 15000 جنيه ولا حتى 20000 جنيه، مش هتاكل عيش. انا بحاول حاليا بحاول احوش لعربيه. مش بحوش قوي بصراحه، يعني انا مكمل حياتي عادي وفي فلوس فائضه معايا. تمام. الفلوس دي جابت العربيه، جابتها في سنه، جابتها ب 10 سنين، انا مش فارق، انا عايش حياتي هي. تمام. انا لو بعمل 100000 جنيه في الشهر ولا 200000 جنيه، نفس الحياه. عايز اقول لك هتبقى بنفس الشقه بنفس كل حاجه، انا بس ممكن تبقى الفرق في حاجات بسيطه تانية. فهمت انا بتكلم في حاجات بقى للناس اللي حواليا. فهمت انا بتكلم، لكن انا باكل الحمد لله اكل كويس. بنزل الجيم، حتى مش هروح اغلى جيم ولا افخم جيم، هنزل الجيم بتاعي العادي. آه، هفضل في الجامعه، هيبقى الروتين هو. كل الفرق بس ان انا مثلا هساعد اهلي اكتر. اوكي. بدل ما انا اساعدهم بحاجات بسيطه بمبالغ بسيطه، هساعدهم اكتر. وده الحاجه اللي المفروض تبقى عندك انت كراجل، والحاجه دي مش هتعرف تعملها من وظيفه. حتى لما بكلم امي في الحوار ده، انا بقول لها انا عايز اجيب عربيه، انا عايز اجيب يا جماعه عربيه. ان شاء الله لما هجيبها ببص الحته دي ان شاء الله بنزلها. تمام. انا في كذا نوع عربيه في دماغي، بس انا لسه مش عارف هجيب انهي فيهم. لو انتوا حد عنده خلفيه في العربيات ممكن يكتب لي تحت في الكومنتات انهي فيهم اعطالها كتيره مش عارف ايه بتاع تكاليف، حتى لو هي عربيات عنده يعني. تمام. انا بفكر في 3 عربيات بجد. بفكر في البي ام دبليو اي 39، وبفكر في الاي 46، بس بتاع الحاجات دي مع التعديلات يعني. وبفكر في الاي 60. الاكس 60 دي يعني عليها فشخ، بس ما اعرفش حوار اعطالها ده ايه نظامه. والاي 90، بس اي 90 بس حاجه دون عن الموديل نفسه يعني. تمام. والاي 90. تمام. فانا بفكر في 4 بدون، لو حد عنده فعلا حاجه ممكن يقدمها لي من ناحيه الاعطال بالذات، لان انا مشكلتي فيها هي الاعطال يعني. تمام. فممكن يفيدني في حاجه زي كده، فانا بحاول احوش لحاجه زي كده. تمام. انا يعني لو انا قعدت ماشي بنفس المرتب، العربيه دي بتبدا على فكره من 350 الف لحد 750 الف جنيه. تمام. في الرينج ده العربيه نفسها في الرينج ده، تعديلها مش غالي، مش بالنسبه للرقم مش غالي. تمام. آه، ف ف فانتوا بتتكلموا في، انا عايز اجيب العربيه دي اصلا وانا شباب، وانا مثلا اي مكان بقى سن، ممكن مثلا 23 سنه مش عارف ايه، اللي هو قبل 25 مثلا يعني، فاهم؟ يبقى معايا عربيه بي ام، ابقى بعمل فلوس كويسه، ابقى عايش عيشه كويسه، يبقى معايا براند خاص بيا، يبقى معايا مش عارف ايه، يبقى انا مثلا معايا علاقات مع اصحاب شركات واصحاب مصانع والكلام ده. انتوا كده كده هتشوفوه، انتوا بس الفكره ان انتوا محدش يعرف انا شغال في ايه، محدش يعرف انا ببيلد في ايه وبتاع. يمكن الناس اللي في الديلرز اللي معايا اللي مشتركين معايا في بيزنس كده، هوضح لكم الديلرز دي معناها ايه، بس اسمعوا الفيديو لحد اخره. تمام. هم عارفين اكتر حاجات عني، عارفين ايه السكيلز اللي عندي، عارفين ايه المهارات اللي عندي، عارفين انا قوي في ايه. تمام. الحمد لله بفضل ربنا يعني. تمام. لان انا الوحيد اللي في الساحه دي، يعني انا اصلا شغلي كله الاساسي دون عن الحاجات الزيرو تو 1 والحاجات دي. شغلي الاساسي اللي هو ان انا بجيب ناس بتقدم اوفرز اونلاين سيرفيسز، وبخلي
الاوفر بتاعهم هاي تيكت سيلز اكتر، اللي هو يعني اوفر سعره غالي وفي اوفر وفي نفس الوقت يكون بيشد الناس. فهمت انا بتكلم في ايه؟ هي دي المعادله، معادله اصلا صعبه فشخ. بس دي المعادله اللي احنا بنشتغل عليها طول حياتنا يعني. سواء انت معايا في المنتور شيب دي بتبقى 1 اون 1 انا بساعدك فيها اكتر، او حتى في الديلرز اللي هي كورسز، وفي مش كورسز، هو بروجرام كامل انت بتبقى ماشي عليه، PDF بلان بتبقى مكتوبه لك، بيبقى فيها من ضمنها فيديو موديولز، بيبقى من ضمنها حاجات ليها علاقه بالكوميونتي، بيبقى من ضمنها الواتساب بتاعي، بيبقى من ضمنها جروب ميتنج كول، بيبقى من ضمنها 1 اون 1 كولز معايا انا، بيبقى من ضمنها جارانتي، بيبقى من ضمنها حاجات كتير قوي 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 فما تتخيل. بيبقى من ضمنها اصلا مده كبيره، يعني اقل اشتراك فيها 3 شهور اصلا. انا بتكلم في ايه؟ قصاد كده انت بيتعمل لك غسيل مخ. انت بتبقى عندك قابليه وقوه معلومات انك انت تخلق بيزنس من اللا شيء. اوكي، ممكن بجد ما يبقاش معاك فلوس، ممكن ما يبقاش معاك اي حاجه، هخلق فكره بيزنس قويه فشخ، وهي دي اللي انا هشتغل عليها، واللي هي المفروض يبقى اي طالب فيكم يبقى عنده المعلومات دي. انا ما برجحش فكره قوي انك انت يبقى معاك سكيل معينه ليها علاقه بتكنيكال سكيل بحت. اوكي، يعني مثلا ما برجحش حته ان انت مثلا يبقى معاك مهاره زي المونتاج مثلا، لا ما بحبش حاجه زي كده. لو انت معاك مهارات بيزنس سكيلز قويه، هتحول المونتاج ده، اوكي، بالماركتنج بتاعك وبالسيلز وبالاوفرنج وكل الحاجات دي كلها، عايز اقول لك هيبقى سعرك غالي، وفي نفس الوقت هتبقى بتبيع دريم اوتكم قوي. زي مثلا انك انت بتبعت للوكالات عشان خاطر يخلوا المنتج بتاعهم شكله بريميوم، فلما يبعتوا اوت ريتشنج اكتر، في ناس ترد عليهم اكتر، فيقفلوا ديلز اكتر، فيعملوا فلوس اكتر ومش عارف ايه وبتاع. فحاجه زي كده. لما يبقى انت مثلا بتبيع مواقع على النت، وانت معاك سكيل له علاقه ببيع المواقع على النت، فانت لو انت معايا في الديلرز، فانت هتعرف مثلا حاجه زي، في عفريت تقريبا بره يعني، فانت هتعرف حاجه زي ان انت تخلق اوفر قوي، زي مثلا انك انت مش بتعمل موقع، انت بتزود المبيعات بنسبه 10% اورجانيك مثلا. فدي حاجه احنا علمناها في الجروب ميتنج كل بتاعنا اللي احنا خدناه اخر مره، تمام، مع الديلرز يعني. فانت اتعلمت حاجه زي كده، بقيت تبيع الدريم اوت كوم ده اصلا كان بيتباع ب 1000 جنيه، بقى بيتباع ب 5000 جنيه و7000 جنيه و10000 جنيه. انا واحد معايا مشترك معايا، كان الاوفر بتاعكم ب 1000 جنيه بقى ب 10000 جنيه. نفس المنتج، نفس كل حاجه، الفكره كلها كانت فكره ماركتينج بحت. فهمت انا بتكلم في ايه؟ طب ما هو انا اصلا مش معايا سكيل. لو انت ما معكش سكيل، ف يعني يفضل انك انت تتعلم بيزكس السكيلز دي، بحيث انك انت يبقى معاك الاساسيات، او حتى ممكن لو انت يعني، بس يعني انت يفضل انك انت يبقى معاك اساسيات البيع، اساسيات سوري المنتج نفسه، عشان خاطر لو انا مثلا مش بفهم في الماوسات، فانا مش هعرف ابيع ماوسات، ما اعرفش الفرق بين الماوس ده والماوس ده والماوس ده، فمش هعرف اعمل ماركتنج كويس، فاهم؟ فقبل حتى ما نخش الديلرز اللي هي فيها كل بقى البروجرامز والكوميونيتيز والجارانتيز والواتساب ومش عارف ايه والحاجات دي كلها حرفيا، ف PDF بلان 1 كودز وجروب ميتنج كودز وكوميونتي وجروب شات وكونتنت انا بنزله والحاجات دي كلها بتتجدد. فانت قبل اصلا ما تخش الدوامه دي كلها، يفضل انك انت يبقى معاك بيزكس المهارات معينه، تمام. لو انت في الزيرو لازم تكون معرفني في الزيرو، لان انت يا اما هقول لك خش في الديلرز، يا اما هقول لك خش في كورس اسمه زيرو تو 1. زيرو تو 1 ده كورس اصلا عندنا، بس ده فيديو موديولز انا ببيعها لوحدها. غرضها الاساسي ان هي تخلي حد زيرو ميح خالص، ما يعرفش اي حاجه عن شغل اونلاين، يبقى الواحد يبقى اللي هو فهم الدنيا ماشيه ازاي، وفعلا بقى قادر ان هو عنده معلومات كويسه كبدايه ان هو فعلا يجيب مبيعات. كبدايه مش هيعرف يخلق سيستم، هو كبدايه هيعرف يجيب مثلا كام بيعه كده هتبقى حلوين فشخ، بس هو هيبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. لان حوار ان انت تتكلم في حوار انك انت تبقى في الاول وتشتغل اونلاين وبتاع، الحوار مليان، كل واحد بيرشح حاجه على مزاجه وبتاع. فانا هسيستمك بسيستم قوي جدا. الحاجات دي يا جدعان مش موجوده على النت، عشان خاطر لو في حد حاسس المعلومات دي ممكن يلاقيها على النت، مش موجوده على النت، لان انا الوحيد اللي في الساحه دي في الوطن العربي كله. خلاص، انا الوحيد اللي عملت المعادله دي ما بين انك انت تبقى بتقدم سيرفيسز معينه، وفي نفس الوقت انت بتدمج ما بين علوم البيزنس نفسها من الناس الكبار اللي هم اصحاب الشركات واصحاب المطاعم واصحاب المصانع وبتاع، والحاجات اللي لها علاقه بالشغل اونلاين. انا الوحيد اللي عملت المعادله دي. فهمت انا بتكلم في ايه؟ ممكن تتفرجوا عندي على الشانل بتاعت البيزنس التانيه، هتفهم انا بتكلم فيه، وهتلاقي الشانل بتاعت البيزنس بتاعتي. خش على الموقع بتاع الديلرز اصلا هتلاقي فيه كورس كامل منزل فور فري، هتفهم انا بتكلم في ايه. فهمت انا بتكلم في ايه؟ ف ف ما تخليش دراسه محور حياتك، خلي عندك شغل، انزل الجيم واعمل فلوس كويسه قوي. اقعد اسبوع شهر ونص بتشتغل مانك مود مانك مود مانك مود مانك مود مانك مود، اسبوعين فبرك الفلوس دي. لو انت عملت مثلا
بقى معاك فائض مثلا، هنتكلم في رينج اسعار، لو انت معاك مثلا فائض حوالي 10000 جنيه، 20000 جنيه، بس 10000 جنيه مثلا رقم كويس. لو انت معاك فائض مثلا 10000 جنيه، انزل فابريك ميتين وجيب نفسك تليفون جديد، وجيب نفسك لابتوب جديد. انت بس هات الحاجات بس يا دوبك. انا لو معايا لابتوب على فكره يا جدعان، اللابتوب بتاعي ده بحوالي ب 14000 جنيه، ما جددتوش اصلا. فهمت انا بتكلم في ايه؟ موبايلي بوكو اكس 5 برو، اللي هو اللي ب 11000 جنيه. فدي حاجات تعتبر مش باورفول قصاد مثلا الحمد لله بفضل ربنا الحاجات اللي معايا. ان انا بجد ممكن اشتري، ما عنديش مشكله ان انا اشتري لابتوب زي ده كل شهر، ما عنديش اي مشكله حرفيا. فهمت انا بتكلم في ايه؟ بس انا مش عايز حاجه زي كده. فهمت فانا عايزك توصل للمرحله دي، انك انت يبقى عندك حياه قويه في حياتك الجامعيه، انت قوي في الدراسه، وفي نفس الوقت انت قوي في حياتك. لو انت ظبطت وفي نفس الوقت قوي في فلوسك وقوي في صحتك، لو انت ظبطت المعادله دي اقسم بالله هتبقى شخص قوي وشرس فشخ فوق ما انت ما تتخيل. اظبط المعادله دي، صدقني صدقني هتبص في عينك نظره فخر، بدل ما انت عمال بتقول اخر 3 سنتين 3 سنين انا ما عشتش حياتي، ما عملتش اي حاجه في حياتي يعني. اوكي.